بيقولك بقى عندنا في اسطنبول. بس قبل ما يقولك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية وفيديو جديد. المعيشة في تركيا. المعيشة في تركيا دي واحدة من الأسئلة إن الناس كتير بتسأل عنها قبل ما تفكر إنها تيجي تركيا هنا للاستقرار. سواء مثلا جاي يدرس أو جاي على شغل. طب أنا هأجر مكان فين؟ طب المرتبات عندكم عاملة كام؟ طب الأكل والشرب متوسط كام في الأسبوع، كام في الشهر؟ كل الأسئلة دي احنا بنسألها، او اي حد قبل ما يجي بلد جديدة بيسأل. والله يا جماعة، الناس اللي عايشة في البلد، انتوا المعيشة عندكم عاملة ازاي؟ بتعملوا ايه؟ بتروحوا فين؟ بتاكلوا ازاي؟ المرتب بيكفيكم ولا لأ؟ بيكفي فرد واحد ولا فردين؟ كل الأسئلة دي ان شاء الله بإذن الله نجاوب عليها النهاردة في الفيديو ده. بحكم ان انا يعني بقالي مثلا اقول 4 سنين في تركيا، خلاص يعني عرفت الدنيا كلها، سواء في المرتبات، سواء في الدراسة، سواء في كل حاجة. والدراسة برضو هنعمل عليها فيديو خاص لوحدها. بالنسبة هنا للمعيشة في تركيا، طيب المعيشة في تركيا أول حاجة لازم تعرفها إن كل سنة الدولة بتحدد حاجة اسمها أسجري أجرات. أسجري أجرات بالتركي يعني الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور ده كل سنة في شهر ديسمبر كده، في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في أواخر ديسمبر، الدولة بتحدد الحد الأدنى للأجور. تقول والله مثلا الحد الأدنى لمستوى الفرد أو لراتب الفرد الواحد في الدولة، سواء قطاع حكومي أو خاص. خلي بالكم لأن الموضوع ده مش بيتحدد بس على الحكومة، لا، حتى الشركات الخاصة ملزمة إنها تعمل الحد الأدنى للأجور ده للموظفين اللي عندها. تمام. وبالمناسبة احنا برضو النهاردة 27 تقريبا 12، فحد الأدنى للأجور هنا للعام الجديد اللي هو هيبدأ في شهر 1 2026، الدولة طلعته من يومين، وهو 28,000 ليرة. هو كان سنة 2025 اللي اتحدد في ديسمبر 2024 كان حوالي 22,000 وكسور، مش فاكر بالظبط. بس الدولة زودته بنسبة 27%. تمام، بتبقى نسبة وتناسب حسب التضخم اللي موجود دلوقتي. ولما زاد 27% بقى 28 و75 ليرة تقريبا. تمام. طيب، هل انت لو لوحدك ال28؟ وخلينا بس برضو نوضح مين هم الفئة قبل ما نتكلم انت لو لوحدك المرتب هيقضيك ولا لأ. خلينا نوضح الفئة اللي بياخدوا الأسجري أجرة دول هم مين. سواء لو الكلام ده، لو انت مثلا ما معكش شهادة، ما معكش لغة، ما معكش مش هقول ما معكش ورق، عشان في ناس لو انت ما معكش ورق بيكون عندها ضمير وتديك الحد الادنى للاجور لو انت رحت اشتغلت عندها. وفي ناس بتقلل على فكره عن كده. لو انت ما معكش ورق ورحت اشتغلت، ما معكش ورق معناها ان انت جاي بفيزا سياحه وكسرت مثلا، او حصل لك ظروف، او من الحاجات الكتير اللي هنحكي عنها بعدين، ان انت ما يكونش معاك ورق يعني، واضطريت ان انت عايز تنزل تلاقي شغل. في والله ناس عندها ضمير هتديك الحد الادنى للاجور اللي هو 8، اللي هو المفروض دلوقتي بقى 28,075 ليرة. وفي ناس ممكن تنزل عن كده ومش هتقدر تتكلم معاه طبعا، لان انت ما معكش ورق. مش هتقدر تشتكيه، مش هتقدر تقول اي حاجه. انت مضطر للاسف ان انت تشتغل بمبلغ صغير. تمام. وفي برضو شغلانات بتبقى مش قايمه قوي على المرتب، زي مثلا شغلانه البياعين في المحلات، او البياعين في الشركات، السيلز عموما يعني. تمام. ممكن مش بياخدوا، ممكن الحد الادنى ممكن بياخدوا فوقيها بشويه صغيرين، ولكن هو اصلا مش بيعتمد على المرتب، هو شغلته الكوميشن. تمام. وده طبعا معروف في العالم كله، مش في تركيا بس، حتى في مصر برضه عندنا نفس الموضوع. المرتبات بتبقى عادية، بس هو الكوميشن بتاعك الشهري حسب شغلك هو اللي بيعلي من مستوى معيشتك يعني. طيب، زي ما قلنا، لو انت ما معكش ورق، السيلز او الشغلانات البسيطة، او الناس الاتراك بقى نفسهم، الناس اللي هم ما صنايعية، او الناس اللي هم برضو مش اللي هم بيشتغلوا في شغلانات صغيرة، اقصد يعني اوفيس بوي مثلا، الحاجات البسيطة ديت. وبرضو الكلام ده مش ثابت، يعني انا مش بقول مثلا كلهم بياخدوا كده يبقى لازم كلهم ياخدوا كده، لا. في شركات والله بتدي اكتر، في شركات مش هتدي اقل، يعني ما فيش اقل من 28. الاذان، الله اكبر. نستنى دقيقة بس لحد ما الاذان يخلص ونرجع نكمل. طيب، رجعنا تاني بعد الاذان.
كنا بنتكلم في ان المرتبات دي بياخدها الفئة اللي هم ممكن ما معهوش شهادات قوي او معهوش ورق او بس ده برضو زي ما اتكلمنا قبل كده، مش في شركات بتعلى شوية عن الرقم ده، وفي شركات والله هو زي ما الدولة حددت انت وحظك يعني. طيب آه هل انت لو وضعك القانوني مثلا ممتاز، معاك شهادات، متخرج، وبالاخص لو انت متخرج من جامعة في تركيا، هل انت هتاخد المبلغ ده؟ يعني بنسبة، مش عايز اقول اجزم يعني لان انا اكيد ما شفتش الشركات كلها، ولكن بنسبة 90% لا، هتاخد اعلى شوية. ده لان انت اكيد متخرج، لو متخرج من جامعة في تركيا اكيد بتعرف تركي شوية. والكلام ده يا جماعة مش في تركيا بس، الكلام ده في كل بلاد العالم، حتى عندنا في مصر. كل ما شهاداتك تعلى وكل ما اللغات اللي معاك تزيد، كل ما مرتبك برضه هيزيد. يعني والله لو حد خد بكالوريوس واتخرج وقال انا هشتغل بس بشهادة البكالوريوس، هيدوله مثلا مرتب 100 جنيه مثلا، تمام. لكن لو حد بقى خد البكالوريوس اتخرج، مثلا هتكلم على مجالي انا، اتخرج من حسابات من تجارة، بعد ما اتخرج من تجارة هو كان بيعرف انجليزي شوية، راح خد مش عارف لغة تانية، راح خد شهادات مهنية، خد ايفرز، خد CMA، خد CPA، خد اي شهادة مهنية تانية. لما هيروح يتقدم في شركة ويعملوا معاه انترفيو ويعرفوا ان هو جدير فعلا بالشغل او بالبوزيشن، اكيد هياخد مرتب اعلى بكتير من اللي اكتفى بس بالبكالوريوس، تمام. لان هي دي الحياة يعني، مش بنقول كلام بس بيتطبق في دول ودول تانية، لا، هي دي الحياة في كل دول العالم. معاك شهادات كتير، معاك لغات كتير، مش هتتساوى معاه بكالوريوس بس، او اللي معاه لغة واحدة بس. معاك لغتين تلاتة هتبقى احسن. كل ما انت بتطور من نفسك اكتر، كل ما مرتبك بيزيد اكتر، تمام. طيب خلينا نرجع للنقطة الأساسية اللي هو 28,075 ليرة. هل دول لو انت مثلا نفترض زي ما قلنا من الفئات اللي احنا حددناها وبتاع، وبتاخد المرتب ده بس، هل دول هيكفوك؟ بص والله لو انت شخص لوحدك، المرتب هيكفيك ايجار واكل وشرب بس. ايجار واكل وشرب ومواصلات يعني، تمام. مش يعني ممكن هيكفيك مواصلات بس ايه، مفيش بقى فسح، مفيش رفاهية ان انت تحوش، مفيش رفاهية ان انت والله لو اهلك كلموك عايزين فلوس ممكن تبعت لهم. فالموضوع ده مش موجود بالمرتب ده، لان الايجارات هنا انت طبعا لو لوحدك، زي ما كلنا لسه في بداية حياتنا او لسه جايين تركيا جديد، اكيد مش هتقعد في شقة لوحدك، لان شقة لوحدك في اسطنبول صعب جدا، صعب جدا، لان الايجارات دلوقتي في اسطنبول بتبدا من 20 وانت طالع، ده اقل حاجه يعني، اقل حاجه 20 وانت طالع. فانت والله لو بتقبض 28 هتدفع 20,000 في الايجار، تدفع وبعد كده 3000 في المواصلات، لسه المواصلات هنيجي عليها بعدين. فدي قصة طويلة لوحدها، مش هتقدر تجاري الموضوع ده كله، تمام. ولكن احنا الطبيعي ان انت كمغترب لسه بتيجي دولة جديدة، بتشوف والله بيت شباب قاعدين مثلا 3 في البيت محتاجين واحد رابع، كل 2 في أوضة، محتاج أوضة لوحدك. بتشوف بقى الجروبات بتاعت الناس اللي قاعدة في تركيا وتنزل وتسأل، وهتلاقي الناس أصلا منزلة والله يا شباب أنا عندي أوضة فاضية، أنا عندي مثلا سرير فاضي في أوضة مشتركة، وهكذا. الإيجار نوعا ما بيبقى أقل، بس طبعا يعني هو أقل، ولكن الخصوصية مش بتبقى أكيد إن أنت زي ما تكون قاعد لوحدك، دي حاجة كلنا فاهمينها يعني. ممكن تدفع الإيجار يتراوح مثلا لو في أوضة لوحدك أو كده، ممكن من 5000 ل8000 حسب المنطقة، تمام. وممكن حد يجي يسألني سؤال، طب وانت ليه بتقول ان انا ما ينفعش اخد شقة لوحدي في اسطنبول؟ طب هو اصلا انا ليه لازم اعيش في اسطنبول؟ ما انا ممكن اجي تركيا واقعد في اي مدينة تانية، مفيش مشكلة اكيد. ليك اريحية تقعد في اي مدينة براحتك، تمام. ولكن انا هقيسها مثلا على مصر عشان ممكن تفهمني شوية. لو انت مغترب، او مش مغترب، خلينا مثلا نقول انت واحد من اهلنا مثلا في الصعيد او في المناطق الريفية او المحافظات الريفية، تمام. هل حجم الشغل وحجم الشركات اللي موجودة في المحافظات دي
هو نفس حجم الشركات والشغل اللي موجود في القاهرة؟ اكيد لا، مستحيل. 100% قطعا مش موجود الكلام ده. تمام. هتلاقي ممكن شركات فاتحة فروع في الصعيد او في الارياف او، ولكن قليلين يعني. يا دوب اصلا الشركات دي مشغلة اهل المحافظة، فمش مستحملة ان يجي مغتربين. لكن القاهرة ما شاء الله بيجيها ناس من كل انحاء مصر يعني عشان يشتغلوا، لان ما شاء الله الشركات كتير في القاهرة. نفس الكلام هنا على الورق، العاصمة أنقرة على الورق، واللي الناس كلها عارفاه تركيا عاصمتها أنقرة، ولكن العاصمة الحقيقية بقى على أرض الواقع واللي فيها شغل هي اسطنبول. أنا أفتكر لما رحت أنقرة كنت رايح فرح واحد صاحبي. المدينة فاضية، ما يعني ما فيهاش كم، هو أكيد فيها ناس كتير طبعا، بس ما مش كم الزحمة اللي في اسطنبول. اسطنبول زحمة جدا طول الوقت، واللي قاعد في اسطنبول هيقولك على زحمة اسطنبول. انت ممكن تبقى في حد مثلا جاي لك من بلد تانية وقال لك استناني في المطار، هو ممكن هو يوصل اسطنبول وفي مطار اسطنبول مستنيك، وانت عشان تروح له تاخد وقت اكتر منه. يعني هو جاي من بلد تانية ووصل قبلك. فعشان بس تتخيل اسطنبول عاملة ازاي في الزحمة. بس للأسف انت مجبر، لان كل الشركات زي ما احنا قلنا هنا، كل مش عايز اقول كل الجامعات، اكيد في جامعات كتير ومعظم الطلاب في مدن تانية، ولكن جامعات كويسة معظمها برضو هنا، عشان تلاقي شركات انترناشونال معظمها برضو هنا في اسطنبول. فالشغل كله متمركز في اسطنبول. تمام. طيب لو انت جيت اسطنبول، سواء جيت على شغل، برضو هنحكي بعدين في فيديو تاني طريقة انك تيجي ازاي بقى، دي قصة تانية لوحدها. بس والله انت جاي من بلدك على شغل، او جاي من بلدك على دراسة، وعايز تقعد في منطقة. تمام. من وجهة نظري هنا المصريين، خليني مثلا برضه اتكلم عن مصر يعني، لان دي اكتر حاجة. المصريين هنا متمركزين في منطقة اسمها شيرين افلر. تمام. دي مثلا ممكن تعتبرها مثلا شبرا بتاعت مصر. وليه انا بقول شبرا؟ عشان جوها يعني. انت بتنزل في ناس، في زحمة، في ناس في الشارع كتير، في طول ما انت ماشي انت سامع عربي. انت مش هتنزل شيرين افرا مش تسمع تركي نهائي، عربي فقط. تمام. ومصري كمان مش عربي بس. فزي ما قلت لكم مثلا المناطق في كل جنسية كده او كل جالية ليها منطقة. مثلا يقول لك المصريين شيرين افلر، السوريين الفاتح، المغاربة مثلا قاعدين في زيتون بورنو او سينيورت، وهكذا يعني. كل جالية ليها المنطقة المشهورة بيها يعني. بس انا لو عايز نصيحتي انا، اقعد في منطقة ما فيهاش عرب. ليه؟ عشان حاجة واحدة بس، عشان لسانك اللي انت لسه جاي بلد جديدة، لسانك ياخد على التركي. يعني لسانك ياخد على التركي طول ما انت قاعد وسط اتراك وبتسمع تركي كتير. ده هيساعدك في فترة اقل ان انت تتعلم التركي اسرع. والله انت قاعد في الاوضه مش عارف جارك رزع الباب بتاع العماره، هيطلع واحد يزعق له، هيطلع مش عارف. فكل الكلام ده انت سامعه. واحد خبط عليك قال لك هات العائدات. طب ايه هي العائدات دي؟ العائدات دي مثلا مبلغ بيدفع عشان مسح السلم، عشان الصيانه بتاعت العماره، عشان وكذا وكذا وكذا. ده مبلغ بيدفع كل شهر، وهكذا يعني. فانت خلاص هتبدا تجمع معلومات، ايه ده وايه ده وايه ده. وكل ما انت طول بتسمع كلام، طول ما ده بيساعدك انك تدخل جوه المجتمع التركي اكتر. طيب خلينا نرجع تاني لنقطة المعيشة. زي ما قلنا السكن يتراوح ما بين لو في أوضة فاضية لوحدك مثلا 5000 ل 8000. لو أوضة مشتركة ممكن أقل شوية، بس في الرينج ده. تمام. والمناطق في مناطق طبعا غالية في اسطنبول، في مناطق رخيصة. انت لما تيجي هتفهم قوي. بس اسطنبول مقسومة نصين، نص آسيوي ونص أوروبي. الارخص الاوروبي، ولكن الاجمل الاسيوي. تمام. فانت على حسب دماغك، الارخص الاوروبي، ولكن الاجمل والاهدى واللي الناس مختلفه فيه بشهاده الاتراك نفسهم. يعني لما تكلم واحد تركي تقول له الناس الاتراك اللي قاعدين في الاسيوي غير اللي قاعدين في الاوروبي، يقول لك فعلا مختلفين. اللي في الاوروبي دايما متعصبين، مش عارف ايه بتاع. اللي في الاتراك لا، بالعكس هاديين وبيساعدوا يعني. في اختلاف كبير. بس انت لما تيجي هتشوف ممكن تقعد هنا شويه وتقعد هنا شويه، مفيش مشكله. ده بالنسبه للسكن. بعد كده تاني اهم حاجه هي المواصلات. والله لو انت طالب بيبقى فيه كارت. الكارت ده بتقدر ان انت
تستخدمه في المواصلات اشتراكه 400 ليرة، تمام، في الشهر. 400 ليرة في الشهر بيديك حوالي 200 نقطة. 200 نقطة دول تستخدمهم في المواصلات طول الشهر. دول 4 كروت للمواصلات اهو، تمام. خلينا احنا بنتكلم على اول كارت. ادي كارت الطالب اللي انا كنت عامله وانا في الجامعة. وطبعا خلينا بس ايه نشيل البيانات. ايوه، هنا بيبقى فيه صورتك وفي اسمك والرقم التي جي بتاعك اللي هو زي الرقم القومي عندنا في مصر، و بس مكتوب ان انت اورنجي طالب، تمام. الكارت دوت بتقدر ان انت تستخدمه ب 400 ليرة في الشهر. يعني مسموح لك تستخدم كل المواصلات ما عدا طبعا التاكس، تمام. التاكس بالكاش او بالكارت البنك، ولكن هنا تستخدم الاتوبيس، تستخدم المترو، تستخدم الترامواي، المتروبوس، العبارات ما بين الجانب الأوروبي والآسيوي. كل المواصلات وكل حاجة متاحة بالكارت ده في الشهر. وعايز أقول لك أنت مهما خرجت ومهما رحت ومهما لفيت اسطنبول طول الشهر، عمرك ما هتخلص 200 نقطة اللي في الكارت. يعني أنا يوم ما كنت بقول إن أنا خارب الشهر خروجات، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ما كنتش بكمل 80 نقطة، تمام. بس لو انت مش طالب بقى بتطلع كارت اللي هو الكارت الازرق ده لون مختلف، تمام. برضو نفس الكلام مكتوب عليه البيانات من ورا، بس ده اشتراكه 2700 ليرة في الشهر. وغالبا هو لسه معلينه من كام شهر، معرفش، ممكن بعد كام شهر كمان يعلوه. ولكن هنا في تركيا كل حاجة بالكروت. حتى في أنقرة لما رحت أنقرة اشتريت الكارت ده خاص بأنقرة. وبرضه في كارت لو رحت اسكشاهير في مدينة تانية هتلاقي كارت خاص بيها، وهكذا. المهم ممكن لو انت طالب قلت لك الكارت ب 400، لو مش طالب الكارت اشتراك ب 2700 ليرة طول الشهر مواصلات. ده كده احنا قلنا المواصلات سوري، السكن، تمام. بعد المواصلات والسكن في الاكل والشرب. الاكل والشرب طبعا ممكن نقول متوسط في الشهر. لو فرد واحد 10,000 ليرة. وارخص سوبر ماركت تقدر تشتري منه هو سوبر ماركت بيم او شوك او ايوس بير، تمام. ممكن ابقى احط لك اساميهم على الشاشة وانا بتكلم: بيم وشوك وايوس بير، تمام. بس دي المتوسط الرينج اللي انت ممكن تستخدمه. الباقي بقى ممكن لو جيت على نفسك شوية ان انت تحوش $100 مثلا، $150، $200. لو انت جيت على نفسك قوي ويعني ايه يعني عشت عيشة اقتصادية، يعني ما بتخرجش والله من الجامعة للبيت او من الشغل للبيت او ما بتخرجش كتير، ما بتروحش في حتة، ما بتجيبش اكل من بره كتير، بتعمل اكل في البيت، طبعا هيوفر لك ده كتير جدا يعني. فباختصار عايز تعيش عيشة مرتاحة في تركيا، لو انت متجوز طبعا يفضل ان الطرفين في البيت يشتغلوا، انت وزوجتك، ده هيبقى احسن كتير يعني. تقدروا ساعتها تعيشوا عيشة مرتاحة اكتر، تمام. ولكن لو طرف واحد بيشتغل هتضطر ان انت مثلا لو متزوج تقبض فوق 60 أو 70 ألف ليرة. وبرضو كله بيرجع شهاداتك ولغتك، وكل ما تسعى ان شاء الله ربنا يكرمك اكيد يعني، ما فيهاش نقاش يعني. كل ما تسعى وكل ما تقدم على شركات ربنا بيكرمك. بس ده متوسط العيشة في تركيا. لا، ونسينا حاجة، معلش، نسينا فواتير الكهرباء والمية. دي قصة تانية، لان انت لو ساكن في بيت مشترك فانت الايجار اللي انت بتدفعه متضمن الفواتير. غالبا في كل البيوت الشباب نفس القصة، بتدفع 5000 بتدفع 8000، ده بيقولك السكن بالفواتير، فخلاص بتريح دماغك من قصة الفاتورة. ولكن لو انت بقى قاعد في بيت لوحدك او لو متجوز، عندك فاتورة الكهرباء، عندك فاتورة النت، عندك الغاز، عندك المية. دول 4 فواتير يعني، هما ما فيش غيرهم، هما 4 حاجات. الكهرباء ممكن برضو ملهاش، ما اقدرش احط رينج والله للفواتير كلها، لان ممكن النهارده بسعر بكره تلاقيها بسعر تاني، وحصلت مع ناس كتير. فخلينا بس المتوسط ممكن نقول 600 700 ليرة كهرباء، وانترنت 500 ليرة، مية زيهم، الغاز زيهم. يعني ممكن مثلا متوسط في الشهر 3000 ليرة فواتير. ده في حالة ان الفواتير جت طبيعية، وفي حالة ان انت ما بتستخدمش دفايات، وفي حالة ان انت استهلاكك طبيعي عادي في الخفيف، او الدولة ما رفعتش اسعار يعني، في الرينج ده يعني، فاهم. فانت كده ممكن تكون كونت فكرة بسيطة عن
اسعار الحاجات في تركيا تقدر تبني عليها ان شاء الله لو ناوي ان انت تيجي تركيا تفهم المعيشة. وطبعا لو انت بتشتغل اونلاين وبيجيلك دخل تاني من بره البلد جنب شغلك هنا في تركيا، ده اريح بكتير طبعا. او لو انت بتشتغل اونلاين عموما وبيجيلك دخل تاني من بره البلد، ده اريح بكتير وريحت دماغك. ومن قصة بقى انك تدور على شغل، ومن قصة الاقامات ودي يعني قصة تانية هنجيلها في فيديو تاني ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم لحد هنا، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. وبيقول لك عندنا في اسطنبول.